أيها الإخوة، تفاجأنا اليوم في ولاية البليدة ونحن ننظم هذا التجمع لصالح المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة بأعضاء من المداومة الولائية لولاية البليدة يقفون أمام الباب ويصدون الشعب حتى لا يتمكنوا من حضور هذا التجمع الذي أرادت الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية منه أن تقول كلمتها وأن تكون شاهدا، فأنتم شهودا على ما أقول. ويؤسفنا ما جرى بالبليدة، حيث كنا قمنا بعدة تجمعات في بعض الولايات، إلا أننا لقينا كل الترحاب من المداومات إلا ولاية البليدة، ولسنا ندري ما الذي يجري في الخارج من طرف أعضاء ينتسبون للمداومة. فارتأينا أن نبدأ تجمعنا هذا بكلمة قصيرة ريثما يصل الوفد المكون من أعضاء المكتب الوطني. فكما عهدتم وكما تعلمون نحن على نهاية الحملة الانتخابية، والودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية ارتأت إلا أن تكون من بين المنظمات والأحزاب التي ساندت السيد المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة، وساندناه لأن بعد دراسة عميقة لكل برامج المترشحين إلا أننا وجدنا برنامج السيد عبد العزيز بوتفليقة يتماشى وبرنامج الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية. ونحن كمنظمة وطنية لا نتماشى ولا نساند بالعواطف، بل همنا الوحيد هو الجزائر والجزائر والجزائر قبل كل شيء. فنطلب أو ليسامحنا المترشحون الخمسة الباقون لأننا لم نختر أو لم نساندهم، ليس عداء منا، بل نحن مضطرون لأن نتبع برنامج يتماشى مع برنامج الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية. فأيها الإخوة، وكما تعلمون غابت عني الكلمات في وقت حرج كهذا ونحن في نهاية الحملة الانتخابية، ويجري ما يجري من أعضاء ينتسبون للمداومة الولائية للمترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة. المهم، لقد وجدنا في برنامج السيد عبد العزيز بوتفليقة ما يتماشى مع قانوننا الداخلي، قانوننا الأساسي ونظامنا الداخلي، حيث في العهدة الثالثة والعهدة الثانية، وأخص بالذكر العهدة الثالثة، لقد وجدنا ترسانة كبيرة من قوانين لمحاربة الفساد، ترسانة كبيرة من قوانين لمكافحة الآفات الاجتماعية، وهذا ما نصبو إليه نحن كودادية جزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية. وحتى نستمر ويستمر مترشحنا في برنامجه اضطرينا أن نحمي هذا البرنامج بمساندته حتى تكون السنوات القادمة إن شاء الله لصالح الجزائر وسند لنا في الودادية، حتى يتسنى لنا
لم نقل الحد من الآفات الاجتماعية، بل نقول تقليصها على الأقل. وسيأتي جيل من ورائنا سيحمل المشعل ويتم الرسالة التي بدأناها في مكافحة الآفات الاجتماعية. الكل يعلم، ومن لم يعلم، الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية هي جمعية وطنية ذات طابع اجتماعي محض، همها الوحيد مكافحة الآفات الاجتماعية بشتى السبل، ومن بين السبل التوعية والتحسيس. وقد عملت طيلة السنوات الماضية في هذا المجال، حيث نظمت عدة ملتقيات وطنية، من بينها تلمسان، بجاية، تيزي وزو، وكانت لنا لقاءات عديدة جهوية ولا نحصي عدد اللقاءات والملتقيات الولائية التي أقيمت طيلة السنوات الأخيرة. وكانت النتائج جد هامة، وأسرتنا كما أسرت الجزائريون عامة. فهذا أعطانا إرادة قوية حتى نتم ما بدأناه من قبل. فلهذا أوصي نفسي وإخواني أن نتشبث بالودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية، ونقول كلمتنا في المجتمع. لكل منظمة أو جمعية اختصاص، فاختصاصنا اختصاص واحد وموحد ووحيد في الساحة الوطنية. فلهذا إن قلت أنا من منخرطي 2007 ولا زلت أناضل حتى أقول لمن التحق بالركب لا تيأس، فما يئست يوما، لأنني وجدت ضالتي في الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية، وما أنا إلا آخر عضو أو آخر مناضل في الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية. لم أعطي الكثير للودادية كما أعطى من سبقوني، وكما أعطى من التحقوا من ورائي في الودادية. فلهذا وجدت شخصيا في الودادية رجل يدعى عطو رشيد، رجل بمعنى الكلمة، ولا أمدحه ولا أثني على الله أحدا، بل كلمة حق أقولها، وإلا صدقوني ما بقيت في الودادية. شيئان اثنان تركوني أجاهد بوقتي وبمالي مع إخواني طبعا في الودادية، لأن يترأسها رجل. فإن قلت رجل بمعنى الكلمة، والتمست نتائج عملنا في الساحة. فمنا من عاد من حيث أتى لأنه لم يجد ضالته في الودادية. كل منا دخل لأغراض ما، منها لأغراض شخصية، ومنها لأغراض لعامة الناس. فمن كان له غرض شخصي ذهب إلى سبيل حاله، ومن كان ليعمل للمصلحة العامة من أجل الجزائر، من أجل أبناء الجزائر، كما عمل آباؤنا أثناء ثورة التحرير.
فلم يبخلوا علينا بدمائهم، فنحن كذلك على الأقل إن لم نعطي دماءنا لأبنائنا فها نحن نضحي بوقتنا، بمالنا، بوقت أبنائنا، لأننا من المفروض رحنا مع أولادنا دروك. ولكن يسعدني أن أضحي بأبنائي لأسعد أبناء الجزائريين، وهذا لا نجده إلا في شيم رجال ونساء مثلكم، فبارك الله فيكم وتابعوا المسار، لا تيأسوا، لا تقفوا، ستتوالى العواقب أمامكم، ستتوالى العواقب أمامكم. وقال الإمام ابن تيمية: إن وجدت في طريقك شوكا فاعلم أنك على يقين. ونحن طريقنا كلها أشواك، مازال ما صبناش وردة. وخير دليل نحن ضيوف في ولاية البليدة، وأبناء البليدة يطردوننا شر طردة، فنقول لهم شكرا لكم، فأنتم إخوان لنا، ولا يهمنا ما فعلتم بنا، لأننا لنا هدف واحد، ألا وهو مترشحنا الحر سيد عبد العزيز بوتفليقة. نريد نتائجا قوية، نريد ترسيخ الديمقراطية والاستمرارية، ونريد برنامج الودادية أن يجد مسارا، أن يجد الطريق الصحيح للوصول إلى هدف القانون الأساسي والنظام الداخلي، وهدف كل مناضلي ومخالطي الودادية. عاشت الجزائر، وستعيش الجزائر برجالها طبعا. يقول المثل: كن جزائريا أو مت وأنت تحاول، وهذا شرف لنا. فأيها الإخوة، بانتظار السيدة الرئيسة أو نائبة الرئيس ورئيسة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر للالتحاق بنا، سأحيل الكلمة إن كان لأحدكم تدخل، فيا حبذا نسمع كلمة من أهل البليدة، وإن لم يكن فمن آخرون. وأشكركم جزيل الشكر، وشكر الله سعياكم، وجزاكم الله. فمن لديه كلمة فليتفضل.